السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز. بص يا حبيب اخوك، اللي مستنظر حاجة من اللعيبة دي غلبان، والله العظيم. اللعيبة دي مش لعيبة، اللعيبة دي رجال اعمال. اللعيبة دي شبعت، اللعيبة دي مش رجالة، ما يعرفوش يعني ايه معنى التيشيرت ومعنى الاهلي. يعني اول مرة في حياتي اشوف الجماهير بتمشي من المدرجات قبل الماتش ما يخلص. بشجع كورة بقالي كتير قوي، بقالي كتير قوي بشجع كورة. اول مرة في حياتي ابقى قاعد بتفرج على الماتش وعارف ان احنا لو قعدنا نلعب 3 ايام مش هنجيب حاجه، ولا هنتعادل ولا هنكسب. ليه؟ لان اللعيبه دي كلها، مش واحد ولا اتنين، كلها شبعانه، كلها مش فارقه معاها، كلها مش ولاد الاهلي، كلها ما تعرفش يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. الا من رحم ربي طبعا، يعني ممكن نقول تريزيجيه ولا ياسر ابراهيم شويه يعني، بس في العموم اللعيبه كلها مش هنا، مش هي دي اللعيبه بتاعت الاهلي. اللعيبه كلها باصه لبعض، اللعيبه كلها باصه لفلوس بعض. ده بياخد 100 مليون وده بياخد 50 مليون وده بياخد 10 مليون، فطبيعي قوي هيبصوا لبعض. غير كده ان هم مش فارق معاهم، ان هم عندهم مشاريعهم، عندهم البيزنس بتاعهم. هم جايين فاهمني رفاهية، كسبنا خسرنا تعادلنا عادي، احنا حياتنا ماشية. الجمهور هيولع، الجمهور هيقعد يشتم شوية وهيقعد يزعل شوية وعادي، وهيجي الماتش الجاي وعادي الدنيا هتمشي. بس ان الاهلي يبقى بيضيع فرصة زي دي عمرها ما حصلت. ان الزمالك يتعادل مع انبي والاهلي يخسر من بيراميدز 3، وخسران من الدور الاول 2. يعني انت خسران من بيراميدز رايح جاي، غير انك كنت خسران من الترجي رايح جاي اول مره، وخسران من بيراميدز اول مره رايح جاي، وبتفقد يعني نقط كتير قوي طول الدوري. الناس هتقول لك المدرب. طب ما هو مدرب الاداره اللي جابته وحطت شرط غريب فيه، يعني ايه 6 مليون دولار شرط جزائي؟ يعني اللي هو بص يا عم، عك زي ما انت هتعك، انت كده كده قاعد على قلبنا، ولو مشيت يبقى انت جيت عملنا منك مليونير ومشيت. انا مش فارق معايا حاجه. هو الراجل مش فارق معاه اكسب اخسر اتعادل، يا اما هتزهقوا مني ادوني 6 مليون دولار، ان هو ارجع بلدي مليونير ورايح دماغي اقعد في بيتنا ما اشتغلش، او لو اشتغلت اشتغل يعني رفاهيه كده، يعني برفه عن نفسي. الاداره مشكله، الاداره هي اللي عندها المشكله كلها. ليه؟ هي اللي جابت اللعيبه دي، هي اللي عملت العقود دي، هي اللي حطت الشروط دي للمدرب، وهي اللي حطت البنود دي للعيبه، وهي اللي اديتهم اعلانات، وهي اللي نجمتهم، وهي اللي حسستهم ان هم فوق الاهلي. عمرنا ما شفنا لعيبه فوق الاهلي قبل كده. لاعب زي امام عاشور ده نازل في التغييره، كنا زمان نشوف اللاعب اللي نازل وهو الاهلي خسران 1-0 ده نازل عنده حميه، نازل عايز ياكل النجيله. واقف على الخط بيقلع الحاجات اللي في ايديه وهو بيتكلم مع الحكم الرابع اللي هيغيره، وزميله طالع اصلا ما بصش لزميله ولا سلم عليه، نازل متكبر على الكوره. تبص عليه في ارض الملعب بيتمشى في ارض الملعب، الاهلي خسران 1 لحد ما الاهلي خسر 3. غلطات دفاعيه كوارث. مشيت محمد عبد المنعم وصرفت بعديه يجي 300 مليون جنيه وما جبتش واحد زيه. مشيت رامي ربيعه اللي كان عاوز 10 ولا 15 مليون جنيه زياده عشان يتساوى مع الناس، زيه زي بقيه اللعيبه، ما هو الراجل قديم والراجل شايل لك الدفاع. مشيته وقلت لا محدش يتشرط على الاهلي، وجبت مكانه عمرو الجزار وهادي الجيار وياسين مرعي وجبت ومصطفى العش وجبت واحمد بيكهام. كل ده بيعملوا ايه؟ صرفت كام عليهم؟ جبتهم بكام؟ ما كنت تدي رامي ربيعه، كنت تسيب عمرو السولية، حتى لو هو يعني خلاص اديله سنه لحد ما تجيب قائد للفريق، كان عنده روح الفريق. فين اللعيبه اللي عندها روح الاهلي؟ اللعيبه فاضي، الفريق فاضي، ما فيهوش لعيب تحس ان هو ابن الاهلي. ما هو تريزيجيه لوحده بس خلاص شطبنا. مفيش لعيبه تانية جوه الفرقه هتلاقي عندها روح الاهلي. زيزو جاي من الزمالك متعود على كده، امام عاشور بتاع الماده وبس وباصص لكل اصحابه وبغل ومتكبر على الكوره. ياسين مرعي برضك انت جايبه راجل ما يعرفش اي حاجه عن روح البطوله. مين تاني؟ قول لي كده في لعيب، هات لي لعيب كده كان في ارض الملعب عنده روح الاهلي. ده حتى حسين الشحات مش ما كانش موجود. يعني حتى حسين اللي عنده روح الاهلي شويه ولعيب تحس ان هو عنده نخوه شويه في الملعب مش موجود. ديانج اللي خلاص هو ماشي، هو كده كده ماشي، بتلعبه ليه؟ يعني بتلعب بلعيب اصلا سايبك وماشي ليه؟ هو اصلا مش فارق معاه تروح افريقيا، تروح كونفدراليه، ما تروحش حاجه خالص، تخسر دوري.
هو خلاص يعني هو مضى اصلا وماشي. مصمم عليه ليه وبتلعب ب 2-6 ليه؟ مدرب تغييراته معروفه، ما عندوش اي افكار، ما فيش اي افكار بتنفذ جوه ارض الملعب. بص جوه ارض الملعب ما فيش اي افكار، والتغييرات هي بتاعت كل ماتش، اللي هو يخسر او يبقى متعادل وعايز يجيب الجون عشان يفوز، ينزل لك كل اللي على الدكه، بين رمضان بقى وبين شرقي والدنيا كلها، وينزل يلا هيصه، واللي يعرف يعمل حاجه يعملها. اما حاجه متقاله هو ما عندوش اي حاجه متقاله. انا ما شفتش اي حاجه متقاله للفرقه من يوم ما جه. المدرب فاضي، عمره ما شفت مدرب فاضي كده. لا مدرب فاضي خالص خالص، ما عندوش اي كلام يتقال. وبيقف بره يديك حق بالبرود ابن جزمه، يعني اللي هو انا عملت اللي عليا. يا عم فين اللي عليك؟ وفين اللعيبه اللي انت كنت مديها اجازه 4 ايام في يومين؟ اصل اللعيبه عندها ملل. ملل ايه يا عم؟ ملل ايه؟ اللعيبه بتنافس على الدوري وخسرانه وهي اصلا المركز الثالث. عمل لهم معسكر مغلق، حسسهم ان في حاجه مهمه، حسسهم ان هم لازم لازم يبقوا احسن من كده، لازم الدوري ده ما يروحش منهم. بس هقول لك ايه، ما انت ما تعرفش روح الاهلي برضك انت كمان، ما تعرفش السيستم الاهلي. انت اللي جابوك ظلموك، ظلموك لان انت ما تعرفش حاجه عننا. مدرب فاضي بارد، ما عندوش اي مشكله، ما عندوش روح بطوله، ما عندوش يعني ايه الاهلي. لا لا في الانفاس الاخيره وبياكل النجيله ولسه عنده امل انه ياخد الدوري. اما بالشكل ده ما خلاص، ما الدوري راح. يعني اي حد منتظر حاجه يعني، يعني لو ربنا كرمنا نلعب افريقيا، ده لو عرفنا نلعب افريقيا السنه دي. اما غير كده خلاص، هو كده كده الدوري راح. وانا مش زعلان ان الدوري راح، ما كل وقت بيجي على الاهلي كبوه. وعادي انا مش يعني كفريق مش هتنيني كل سنه باخد الدوري. اكيد هقع سنه ومش عارف ايه، بس بالسوق ده وحش. وانا ما بنافسش، ما عنديش روح، لا. هي دي المشكله كلها. انا مش مشكلتي ان انا الدوري راح، ما يروح الدوري، ما ياما دوريات راحت. بس كان اللعيبه بتنافس لاخر نفس، بتعافر على البطوله، بتطلع اللي عندها، بتعمل اللي عليها. اما بالشكل ده مستسلم. ولا فارق معايا حتى تحفيل الزملكاويه، ولا فارق معاهم ان هم شموا نفسهم، واحنا واخدين على كده يعني، اللي هو الاهلي يقع، الزمالك بقى يبان ويشم نفسه ويطلعوا يهللوا ويطلعوا يصيحوا، والسياحه اقترب والحاجات دي كلها واخدين عليها عادي يعني. بنشوفها كل 5 6 سنين مره يعني. ده الطبيعي بتاعهم، ما هو محرومين. يعني انت لو جيت تبص وراك يعني هتعذرهم، ناس محرومه. فاللي هو يعني هم بيشم نفسهم وياخدوا دوري ولا ياخدوا كونفدراليه بيطلعوا يصيحوا واحنا ابطال. فعادي ده الطبيعي بتاعهم يعني، فمش فارق معايا، والله ما فارق معايا خالص ان الزمالك ياخد الدوري. اللي فارق معايا لعيبتي انا، الروح بتاع الفريق انا، الاداره اللي جابت صفقات غريبه. ايه المهاجم اللي هم جابوه ده كمويش ده؟ يا عم سيبه في النرويج زي ما هو، يا عم انت جبته ليه من هناك؟ اللعيب ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه، ولا ليه دعوه بالكوره، ولا عنده اصلا اساسيات كوره. وجات لك فرصه ترجعه يا عم وتستفيد انت بالفلوس اللي انت هتدفعها له. المدرب قال لك سيبه، سيبه عشان يعاقبه، عشان يتكلم عليه وقال الحقيقه. على فكره هو اللعيب قال الحقيقه. هو اللعيب ما فيش حاجه بينه وبين المدرب عشان يطلع في بودكاست يذم فيه. ده المدرب بتاعه، بس هو كان بيتكلم بطبيعته، بيتكلم الحقيقه، بيقول الحقيقه. بس احنا ما عجبتناش. والمدرب حب يعاقبه على حساب الاهلي، فقال لك قعدوا انا عاوزه. ليه؟ عشان يقعدوا على الدكه ويطلعوا بره التشكيل، عشان يتكلم عليه وحش. الاهلي ماله؟ وتسمع كلامه ليه؟ انا نفسي اعرف مين اللي بيسمع كلام المدرب في الحاجات اللي هو بيقولها دي، ومين اللي جاب الصفقات دي. عمرو الجزار اللي انت جبته اللي احنا ما شفناهوش ده، جابه ب 60 مليون جنيه ليه؟ عملنا بيه ايه؟ الموسم خلص من غير ما نستفيد منه. وغيره 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 وغيره، لعيبه كتير جبتها وملايين كتير ومدربين كتير لسه بتدفع لها فلوسها. فين الاداره من كل ده؟ وفين التخطيط؟ وفين السيستم؟ وفي الاخر عايز اقول لك برضك ان احنا ظلمنا كولر لما مشي، لان كولر كان عاوز حاجات كتير قوي الاهلي ما وفرهاش ليه. فبدا يعاند في الاداره، والاداره كانت بتعاند فيه، فظهر السوق ده فمشيناه. اما هو كمدرب كان واكل الاخضر واليابس. كان بياخد لك ب5 بطولات من اصل 5 بطولات، وبياخد لك من ال5 بطولات من اصل 6. فدي اخره الظلم، لان احنا ظلمنا كولر. ف عايز اقول لك، الدوري لاول مره احس ان الدوري راح من بدري، من قبل ما يخلص الدوري بتاعت 4 ماتشات، لان فريقي مش مديني حتى حق ان هم يرجعوا. وماتش الزمالك ربنا يسهل فيه يعني، وما تبقاش الهزيمه تقيله، ونطلع بشكلنا كويس عشان يبقى حتى موسم صفري وشكل كويس احسن من كده يعني. اخواتي وحبايبي، اشوفكم ان شاء الله بعد ماتش الزمالك. سلام عليكم.